مساء الخير. تحياتي لكل أهلنا الموجودين بالساحل السوري والموجودين بمطار حميمية، وبقول لهم لا تخافوا، نحن معكم والأيام الجاية إلى الأفضل. خلينا نحكي شوي عن الوضع في الساحل حاليا بهذا التاريخ. خلينا نقول وضع الساحل ما قبل جلسة مجلس الأمن. اليوم في عنا قرارات راح تطلع ب25 و26 الشهر. حتى نكون واضحين، ونحن نبهنا من فترة وكثير العالم صارت تحكي إنه راح يصير تهويل إعلامي كتير لفترة ما قبل صدور القرار، للتشويش على هذا القرار. خلينا أول شيء أحكي عن شو ممكن يكون مضمون القرار، حتى ما نحن لا نكون مبالغين بالتفاؤل ولا نكون متشائمين. القرار أكيد راح يأكد على عدة أمور. أول شيء القتل بالساحل راح يوقف، الانتهاكات ضد العلويين بكل سوريا راح توقف غصبا عنهم، يعني مو بكيفهم، هن انفضحوا ما قدروا يحاولوا الفبركات يجيبوا يحطوا عالم كله. صدقوني ما له طعمه، يعني احنا هون تواصل مباشر مع كل الجهات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية. كل شيء عملوه واللي جابوه ليقدموا شهادات مزورة والمناطق كله معروف، شايفينهم وعندهم عالمهم وبيعرفوا كل المجازر وبيعرفوا كل ضيعة اللي تم آه، يعني تم ارتكاب المجازر فيها ومين مرتكب المجازر. كل المعلومات عندهم إياها، يعني ما لن يقدروا أن يفعلوا شيء. بيحاولوا يشوشوا بس ما بيطلع منه شيء، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإعلامي. فنحن لا تخافوا، كل شيء معروف، ما راح يقدروا يغطوا شيء. بدي يحاولوا يشوشوا على هاي الجلسة بأي طريقة. القرار راح يطلع، راح يكون ضامن حماية العلويين وبقية المكونات المضطهدة بما فيهم السنة المدنيين. حطينا كثير فيديوهات للسنة المدنيين مضطهدين من حكومة الجولاني، فهو ماشي بهذا الاضطهاد بالتسلسل. يعني كتبت مقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ما حدا يفكر حاله يعني محمي أو بمعزل عن هذه الأحداث. اليوم إذا سكتنا على الانتهاكات بحق العلويين راح تصير بكرة بحق الدروز، بحق الإسماعيليين، بحق المسيحيين، بحق السنة المدنيين، لن يترك أحد. فنحن القرار راح يكون واضح بوقف الانتهاكات حاليا وفي المستقبل، مع تحذير شديد اللهجة وتلويح بالعصب للجولاني. هلا هو ما راح يكون في تدخل تحت البند السابق، ما وصلنا لهي المراحل ولا نتمنى أن تصل في سوريا. نتمنى فقط أن يكون هناك محاسبة حقيقية. نتمنى أن يكون، وهو ما سيصدر في جلسة الأمن، هناك إيقاف وضمانات حقيقية خلال أيام من صدور القرار. طبعا راح يتبعوا موضوع الأهالي بحميميم وموضوع أنهم يطلعوا ويكونوا بأمان وما يصير عليهم أي شيء. هذا الموضوع أكيد كمان مضمون 100%. راح يضمنوا القرار، راح يضمن محاسبات، وفي أكيد يعني الجولاني وحكومته راح يدكوا كم واحد كبش فدا لحتى يتحاسبوا ويتم، لأنه قتلوا ومجرمين يعني هن كلهم هيك، بس راح يحطوا كم كبش فدا لحتى يخلصوا من هذا المأزق. طبعا عم يحاولوا يشوشوا، بينشروا أخبار، بينشروا يعني في شبكات كثيرة عم تشتغل، يعني في عالم هي مستفيدة ومنتفعة، يعني عم يحطوا الأسماء ويوزعوا اتهامات وتهديدات. وصار في سواتر ترابية وفي إشاعة قوية إنه نحن إذا طلع القرار الأممي رح نتدخل بنفس اليوم. إذا يعني وقف مع العلويين ودعا إلى الانفصال رح يتدخلوا ويحيوا على الجهاد ونقتلكم كلكم. كل هالحوالي حكي سوالف وعلاك، يعني ما فيهم يعملوا شيء. يعني حتى إذا طلع هذا القرار بيكون محميين كل شيء بالطيران، ما بقى يعني شافوا إذا بيطلع قرار تبع حماية وتقسيم، وكل ما عم يحكوا إنه هن إذا طلع هذا القرار رح نهجم بيت الساحل. تأكد إذا طلع هذا القرار وطلعت طيارتين من مجلس الأمن فوق الساحل لما يضل إرهابي من هدول اللي كانوا يقتلوا بالعالم إلا ينزل سباحة بالبحر ويهرب. هذا الحكي كله حكي فاضي وترويع، ما في أي شيء. ولن تستطيع حكومة الجولاني التصعيد بهذه الفترة لأنه مو من مصلحته أبدا، كله تحت العين. فبتمنى من الكل الهدوء، بتمنى ما نندفع نحو العنف. حتى لو شفنا بعض المظاهر عنف نسكت نتحملها، ليس ما تصدر جلسة مجلس الأمن. فراح تكون محقة بحق السوريين والنشاط مستمر. يعني اللي مفكر حربنا مع التيار التكفيري هذه حرب يوم يومين، لا نحن مستمرين والحرب طويلة وبدنا ما نتعب، ومظاهرات وننتقل بعدين للعمل وتأسيس جمعيات مثل ما عم نشتغل حاليا. عم نأسس مع مجموعة من الأصدقاء جمعيات لدعم الأهالي بالساحل وإرسال إغاثات مادية أو معنوية يعني أو عينية. يعني فكله هذا شغال. حربنا طويلة الأمد، لازم ما تتعبوا، اللي نفسه مو طويل خلاص ينسحب. القرار راح يكون بصالحنا، راح يكون منيح. ممكن ما يحقق 100% من طموحات السوريين اللي اضطهدوا، لكنه راح يكون جيد جدا وإيجابي. بعدين راح نبلش مرحلة ثانية. يعني اليوم أنت حربك طويلة حتى تحصل حقوقك ضمن تيار تكفيري إرهابي للأسف احتل البلد واستلم. فلا تخافوا، لا ترتعبوا، لا تتدولوا كل الأخبار اللي تؤدي إلى العنف وكذا. لا
تضطروا أولا للعنف ولو بالصياح ولو بمظاهرة. التزموا بيوتكم، التزموا انتظار حتى يصدر قرار مجلس الأمن. شو ما صار التزموا وانتظروا، لا تتعرضوا لأي انفعالات ولا تصدقوا أي كذبات. يعني أصلا هاي كلها كذبة تبع مقداد الفتيحة، ما موجود، كله هذا كذب وكذب. وإذا موجود فهو بيتعامل بقبض مصاري شغيل، يعني هو عنصر عند الجولاني، وتبع الدلة بينت انها كذبة. فهي الموضوع كله كان كذبة بكذبة. حتى لحظة الصفر بكثير محطات بطلع بحكي لحظة الصفر كذبة، لحظة الصفر في 6 الشهر تم الاعتداء على دوريات الأمن. حبيبي لحظة الصفر هي 4 و5 آذار، وتعود إلى 3-4 أشهر لورا من التنكيل والاعتقالات بحق العلويين. ف4-5 الشهر فاتوا إلى الدعتور، وثاني يوم 5 الشهر كما حكيت كثير محطات انه فات رئيس مجموعة أمنية من الأمن العام بسيارات الأمن العام، بالفيديو موجود، دخل 5 الشهر إلى الدعتور وبالحرف وبالتسجيل وهو بسجله: سوف نقتلكم يا علوية يا خنازير، سوف نبيدكم حتى آخر واحد. فاللي بلش بالفعل هن جماعة ما يسمى ميليشيا الأمن العام والفصائل تبعه قبل أحداث 6 الشهر. يعني 5 الشهر اللي بلش بالضرب والكلام الطائفي هن فصائل. فاللي صار 6 الشهر هو رد فعل من بعض الشباب اللي فار دمه على الفعل اللي صار ب5. لانه لا في جماعات الفتحيه ولا مؤيدين. انا قابلتها شويه فلول 10 20 30. قد ايه في يعني فلول؟ اذا انتم كل العمليه تبعكم قلتوا لحد الان مات 260 واحد 259 واحد من الفلول. يعني هلا كل الفلول اللي كانوا مخوفينكم واللي جبتوا عليهم نص مليون مقاتل استنفار من كل المدن السوريه هن 260 واحد. 260 واحد بعد فرقه 1000 واحد مسلحه بتطالعوا. فكذبه كبيره وقعنا فيها. لذلك بتمنى من الكل يكون منضبط وما يعمل اي شيء. والايام الجايه راح تكون افضل وراح تكون قرارات لصالح الاهالي. الاهالي بالمطار تحملوا، عم نحاول كل جهدنا، راح نوصلكم مساعدات لضمن المطار سواء ماديه سواء مواد. تحملوا حتى تطلعوا بشكل امن وترجعوا الى بيوتكم وما يصير عليكم اي خطر. بتمنى الكل يشارك الفيديو ووصل الصوت. كونوا منضبطين وانتظروا الايام القادمه، اكيد افضل. يسعد مساكم.